السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. وصفتنا لليوم هي كرات البسكويت بالتمر. وصفة كتير طيبة وشهية وكتير اقتصادية. يلا نشوف مكوناتها شو هن. عنا 4 كوب من الطحين، كوب من السمن، نص كوب سكر باودر، ظرف بيكنج باودر، وكوب من الحليب. أول شي السمن لازم تكون لينة طرية، يعني ولا كتير جامدة ولا كتير سائلة، بهيدا الشكل. بما انه نحن هلأ بفصل الشتاء بالبرد، ممكن تذوبيها شوي وتتركيها لتصير لينة. بنحط معها نص كوب من السكر الباودر، وحصرا لازم باودر مشان تطلع عجينة سلسة وطرية. راح نخلطهم مع بعضهم ليصيروا هيك مثل الكريمة. وراح نحط ظرف البيكنج باودر فوق الطحين. الكوب اللي استخدمته للحليب نفسه اللي استخدمته للسمن نفسه اللي استخدمناه للطحين، والطحين لازم يكون كتير منخول منيح. فاذا حطينا هلا رح نحط كل المكونات فوق بعضهم، والحليب رح نحطه تدريجيا. انا هون استخدمت حليب باودر وذوبته. لكل كوب من الحليب من المي بنحط 3 ملاعق من الحليب الباودر. والمي هون بدرجة حرارة المطبخ، ولا باردة ولا سخنة. ومنبلش ندمجهم مع بعضهم ومنزيد الحليب تدريجيا. بالمناسبة يمكن ياخدوا حليب اكتر شوي او اقل شوي حسب نوع الطحين قد ايه بيتشرب سوائل، وممكن نستبدل الحليب بمي، بس بحليب رح يعطيها طعم احلى. لنحصل على عجينة بهذا القوام كتير طرية. لو بينت معنا انه متشققة، نحن لما نعملها بحجم صغير كتير رح تبين طرية وسلسة، ملمسها كتير حلو. رح نغطيها بكلينج فيلم ونتركها على جنب لوين ما حضرنا الحشوة. بالنسبة للحشوة أنا بستخدم هيدي التمر اللي بيجي مطحون جاهز. فينا نحنا نجيب تمر عادي نشيل من قلبه النواة ونطحنه، بس رح ياخد معنا شوية وقت ورح يكون أغلى. هيدا أسرع وأوفر. حطيت له ملعقة من السمن. ملعقة السمن بتخلينا نشتغل بالتمر بشكل كتير حلو، مثل ما شايفين بيعطيها هيك لمعة، بيعطيها طعم حلو، وما بيخليها تلزق بإيدنا نحن عم نشتغل فيها. رح اجيب كيس من النايلون اخد قطعة من التمر واعملها بشكل اسطواني. هيدي الخطوة فينا نستغني عنها، بس انا بحب اعملها مشان يطلعوا معي كلهم بنفس الحجم. فاذا رح اجيب سكين واقطعهم كلهم بنفس الحجم. وفينا ناخد كور دغري مباشرة من التمر اللي معنا ونبلش نعمل كور، بس هيك اسرع وبيطلعوا كلهم بنفس المقاس. بعد ما جهزناهم هلا رح ننتقل للعجينة. عجينة مش بحاجة لترتاح، يمكن اخدت الرياحة 10 دقايق بالكتير. رح نقطعها بنفس الطريقة مشان كمان نحصل على كور بنفس الحجم. نعملهم كلهم بنفس الطريقة لتخلص معنا كل الكمية هيك أسرع من لما بنعمل كل وحدة لوحدها. فإذا بعد ما كورناهم كلهم التمر والعجينة، رح نجيب قطعة من العجين نعمل فيها هيك تجويف من الداخل ونحط قطعة التمر. إذا زاد معنا ما بنحب العجينة كتير منشيلهم بكل سهولة. عجينة جدا سلسة ناعمة وطرية، التعامل فيها كتير حلو. وبهيدي الطريقة هلا بعد ما جهزناهم كلهم رح نجيب عندي هون سمسم حمصته هيك بمقلي ناشفة، يا دوبك اخد لون شقر لانه نحن هسه رح ندخلهم الفرن. وحطيت لهم تقريبا ملعقتين من القطر او الشيرة. بنحط القطر والشيرة مشان يعطي العجينة من برا لون ذهبي حلو، ومشان السمسم يلزق معنا على العجينة. بنجيب الكور اللي حشيناهم بالتمر وبنعمل هيك طبقة خفيفة من السمسم. حاولي القاعدة من تحت ما يجي عليها سمسم، لأنه القطر لما يحمى بيلزق بدبق. لهيك مثل ما شايفين أنا عم حاول أترك من تحت ما حط سمسم، لأنه في قطر بصير بيلدع معنا بيحترق. بعد ما حضرناهم كلهم هون بنكون محملين الفرن على درجة حرارة كتير مرتفعة قبل ما ندخلهم. لما ندخلهم بنحط درجة حرارة متوسطة 180. رح نحطهم بالبداية بالرف من تحت. لما نحس انه اخدوا لون شقر، اول ما ببلشوا يشقروا من تحت بنشعل من فوق. ما رح ياخدوا كتير وقت بالفرن، ماكسيموم رح ياخدوا 10 دقايق. خليكي حدهم تما يحترقوا، وهيك رح يطلعوا معنا. هلا اخر مرحلة هي التقديم. ممكن نقدمهم بصحن بدون اي شي، ممكن نحط لهم هيدول ورق الكب كيك بس حجم صغير. شوفوا قلبها من جوا. بالنسبة لكثافة العجين انت بتتحكمي فيها مثل ما بدك. انا بالنسبة لي هيك كتير منيح، لانه التمر كتير حلو، لهيك كنت حابة يكون فيه عجين كمان متساوي.
فإذا آخر شي قدمتهم بهدول القوالب. وهيك طلعت معنا وصفتنا لليوم اللي هي كرات بسكويت التمر، رائعة بالنسبة لطعمها كتير طيبة، شكلها كتير مهضوم، حلوة للضيافة لجميع المناسبات. إذا عجبتكم الوصفة وأول مرة بتشوفوني فضلا ولا يساونا اشتركوا بالقناة، وإذا حابين تعرفوا شو رح نزل وصفات جديدة بالأيام القادمة إن شاء الله اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس تصلكم كل جديد. إلى لقاء مقبل إن شاء الله.